عارفين ايه ده؟ ده اسمه ستيروفوم. الفوم ده في منه انواع كتير، او مش انواع، خلينا نقول في منه مقاسات. في سمك بيبقى اتخن من كده، وفي مقاسات بتبقى ممكن اصغر من كده. الستيروفوم ده بنستخدمه في اي اشكال مجسمه. النهارده انا هوريكم ازاي نعمل شكل مجسم لشخصيه ابني بيحبها جدا، وحابب ان انا اعملها له ونعلقها في اوضته. وعلى فكره دي استخدامات اكتر بكتير، كل مره هوريكم فكره. تعالوا معايا دلوقتي عشان اوريكم ازاي هنستخدمه ونعمل شخصيه 2D باستخدام الستيروفوم. يلا بينا. أنا هنا بدأت أرسم الرسمة. المرة دي رسمت فري دراونج، كنت بكبر الرسمة بإيدي من غير كربون ومن غير بروجيكتور. بس طبعا الأسهل بكتير إن احنا ممكن نعمل برنت للرسمة ونطبعها على الفوم للناس اللي ما بتعرفش ترسم، أو تستخدموا بروجيكتور هتطلع معاكم مظبوطة أكتر. أنا عن نفسي بحب البروجيكتور أكتر. وكمان ممكن هوريكم فيديو تاني إزاي نستخدم التلفزيون كأنه بروجيكتور في البيت. دلوقتي انا رسمتها وبقعد اعمل خطوط كتير لحد ما اظبط الخط كويس جدا، وباخد بالي من الخطوط لما ابدا اقطع. بعد ما برسم زي ما انتوا شايفين بستخدم ماركر تقيل علشان يبان في التقطيع. بعديها بعد ما بخلص واتاكد من كل الخطوط بتاعتي ببدا استخدم المسدس الحراري، وده شكله. على فكرة هو بيبقى معاه أكتر من سلاح وأكتر من شكل، بس أنا بفضل السلاح ده، بيبقى سخن جدا. تخلوا بالكم وانتم تستخدموه علشان خطر، بس زي ما انتم شايفين سهل في تقطيعه وبيقطع الفينيشنج بتاعه وبيبقى خطير بالذات للفوم. بس طبعا بفضل ان المساحات البيضاء اللي حوالين الرسمة تبقى أصغر من كده، عشان كده قطعتها ورجعت أقطع بيه تاني عشان تبقى أسهل لي. بعد ما بقطع بالمسدس الحراري ببدأ أستخدم القطر عشان أبرز كل الخطوط اللي في الرسمة، وكمان نشيل كل الخطوط الزرقاء دي على قد ما نقدر. بس أنا بحب أقطع بالقطر كل الخطوط عشان نبرزها ونبين إيه الحاجات اللي أعلى وإيه الحاجات اللي ممكن تعمل ظل ونور. وبحب طبعا القطر لازم يكون سنه حامي جدا. بعديها بدأت ألون. الفوم هنا كان محتاج ان هو يتصنفر، بس انا الحقيقة ما كانش عندي ورق صنفرة، ودي خطوة مهمة جدا وهوريها لكم في شكل تاني هنعمله مع بعض. الصنفرة بجد بتفرق في التلوين جدا. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت التلوين. ودلوقتي هنبدأ نحط البيبر تيب. انا بحب استخدم البيبر تيب من الظهر علشان بيكون سيف للحيطة، ما بوصل الحيطة. بقلبه على بعض كده، مش دبل فيس البيبر تيب، واحط زي ما انتوا شايفين، وامسكي القطعة والزقيها على الحيطة وبس كده. صدقوني بتثبت، ووقت ما تحبي تشيليها هتشيليها.